السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مع بعض ان شاء الله النهاردة هنعمل صينية البطاطس ومعاها كفتة كمان، وهنضيف عليها اضافة اللي هي البشاميل، هتخلي طعمها في حتة تانية خالص. يلا بقى، لو اول مرة حضرتك تشوفيني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين البطاطس مستوية وكمان اللحمة بتاعتنا مستوية. يلا بقى نسمي الله ونشوف عملنا ايه مع بعض. اول حاجه هجهز بوله فيها نص كيلو من اللحمه. زي ما حضراتكم شايفين اللحمه لونها طازه وكمان ريحتها اكيد طازه. هضيف معاها كمان بصله كبيره مبشوره سواء بالمبشره او في الكبه، بس اهم حاجه لازم اعصرها من الميه بتاعتها. وهضيف كمان كوبايه من الشبت وعليها بقدونس وعليه كزبره لو عندك. حابه تقللي الكميه مفيش مشكله. هضيف كمان معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من البابريكا، وكمان معلقه صغيره من بهارات اللحمه، وبصل بودر وتوم بودر، وكمان مع ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هنضيف كده البصل البودر والثوم البودر، وبعد كده هبدا ان انا اقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. اهم حاجه في الكفته علشان ما تفكش منك وانتي بتسويها ان انتي تقلبي كل المكونات دي مع بعض كويس جدا جدا جدا، بحيث تكون عندك بقى زي العجينه الناعمه كده الملساء، مفيش حاجه زياده فيها خارجه زي ما حضراتكم هتشوفوها معايا دلوقتي. اي نوع من التوابل اللي انا حطاه لو مش حضرتك مش عايزاه تقدري تحذفيه خالص من المكونات. اي حاجه انت تقدري تحبيها تانية تقدري ان انت تزوديها في المكونات عادي مفيش مشكله، زي مثلا شطه او اي حاجه. هنبدا بقى نجهز الخضروات بتاعتنا. انا معايا هنا بطاطس، حوالي حبتين من البطاطس الكبار. طبعا قشرناهم ونضفناهم كويس جدا، وبدات ان انا اقطعهم كده على البورد بتاعي بحيث تكون كل قطعه والتانية قد بعضها بالظبط، علشان ما يكونش عندي قطعه سميكه وقطعه رفيعه اثناء التسويه، مش هيبقوا زي بعض خالص. ده سمك البطاطس اللي انا عاملاه. هحطها بقى في ميه وملح كده علشان تفضل محتفظه بلونها ما تسودش طبعا، لان البطاطس من النوع اللي بتتعرض للهواء بتاكسد طبعا وتبقى مغيره لونها تماما. هبدا بقى ان انا اجهز الكفته بتاعتي. هجيب كور كده صغيره في ايدي والفها كويس جدا في ايدي بحيث اخليها ناعمه، وابدا ان انا يعني ادوس عليها كده دوسه بسيطه خالص بحيث اخليها زي القرصه زي ما حضراتكم شايفين كده. اهم حاجه اللفه اللي انا بلفها في ايدي برضو بتديلها نعومه وكمان بتخليها ما تفكش معايا اثناء التسويه. تمام كده. هجهز بقى كل كميه اللحمه معاكم علشان تكون جاهزه معايا اثناء ما انا بجهز الصينيه بتاعتنا، ما تاخدش مني وقت. يعني انا جهزت البطاطس والخضروات بتاعتي وجهزت دلوقتي اللحمه بحيث لما اجي ارتبها في الصينيه تكون جاهزه على طول. تمام كده. خلصت بقى كل كميه اللحمه اهو. هجيب الصينيه بتاعتي. طبعا انا قطعت شرايح من البصل وشرايح من الفلفل. حابه تستخدمي فلفل الوان مفيش مشكله، ده فلفل رومي اخضر. هبدا بقى احط كده قطعه من البطاطس، بعديها قطعه من البصل، قطعه من اللحمه، قطعه من الفلفل، وهكذا. طبعا دي براحتك تبداي بايه وتخلصي بايه، ده يعني مفيش مشكله خالص، ما تتقيديش يعني باللي انا عاملاه عادي مفيش مشكله. حابه تحطي شرايح من الطماطم برضو هتدي طعم اكيد. زي ما حضرتك شايفه كده بالتبادل بتحطي القطع ورا بعضها، وما تقلقيش كل نوع الخضار اللي احنا حاطينه ده هيستوي طبعا وهيبقى طعمه لذيذ جدا، هياخد من طعم اللحمه واللحمه هتاخد من طعم الخضار. بصوا صينيه وصفها رائع رائع بجد، هتجربوها وهتعجبكم باذن الله. هخلص بقى كل الكميه بتاعتي كده زي ما حضراتكم شايفين، مفيش اسهل من كده. تقدري بقى تعملي صينيتك دي في عزومه عندك هتبهر بجد ضيوفك، تقدري تعمليها لاطفالك هيحبوها جدا، وتغيير طبعا عن اي اكل احنا بناكله. سهله جدا وبسيطه ومنجزه في الوقت، وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا. ان شاء الله لما تعمليها هتعجبك باذن الله. هخلص بقى كل الكميه زي ما حضراتكم شايفين كده، واي زيادات من الخضار مش هرميها طبعا، هحطها في الصينيه سواء من نص الصينيه او من طرف الصينيه حسب الصينيه بتاعتك. بالنسبه للصينيه تقدري تستخدمي صينيه عادي مربعه، صينيه مدوره، ايا كان مفيش مشكله خالص، المتاح عندك تقدري تستخدميه. بس كده خلصنا بقى خلاص كل المكونات بتاعتنا اهو. الزيادات بتاعتنا طبعا مش هنهدرها ونرميها، اي زياده هنحطها في النص او في طرف الصينيه عادي مفيش مشكله. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين مفيش اسهل من كده.
يعني تقريبا نص ساعة وتلاقي الغدوة معاكي دي جاهزة وبسرعة جدا، وكمان مش هتاخد وقت في الفرن. بس كده هي جاهزة معانا. هبدأ بقى ان انا اتبل الخضار بتاعي، لان ما تنسوش احنا متبلناهوش، مفيش ملح مفيش بهار مفيش اي حاجة. هبدأ ان انا اتبله معاكم. هتبله ايه؟ معايا معلقتين من معجون الطماطم او صلصة الطماطم، وكمان عليها مية البصل اللي احنا عصرناها، وعليها ربع معلقة من الكمون، وكمان ربع معلقة من البابريكا، ربع معلقة من الفلفل الاسمر او الفلفل الاسود، وكمان ربع معلقة من الملح، وربع معلقة من البصل البودر، وربع معلقة من الثوم البودر، نفس البهارات اللي احنا حطيناها في اللحمة. هبدأ بقى اقلب كل المكونات دي مع بعضها. لو ما عندكيش معجون من الطماطم او صلصة طماطم جاهزة، تقدري ان انت تستخدمي كوباية من عصير الطماطم وتضيفي عليه كل الاضافات اللي احنا قلناها مع بعض دي. هبدأ بقى انزلها كده على الخضار بتاعي، بحيث ان هو ياخد طعم التوابل طبعا والملح والطماطم. ما تخافيش، اللحمة بتاعتك مش هتاخد زيادة في الطعم خالص، سواء من البهار او الملح. كده الصينية جاهزة معايا. هبدأ بس ازود لها اخر حاجة خالص، وهي كوباية المية، واضيفها من طرف الصينية ومش من فوق خالص، علشان الصلصة بتاعتي والمكونات بتاعتي ما تنزلش تاني مني في قاع الصينية. تمام كده هي جاهزة اهي وزي الفل. اخر حاجة بس هحطها لها، بس انا نسيت اوريكم المقطع ده، هحط ورقة زبدة وبعد كده ورقة فويل، وهدخلها بقى في قاع الفرن من تحت. هبدأ اجهز طبقة البشاميل. معايا هنا كيس بشاميل جاهز، وده كيس بشاميل بيتباع كده بطعم الجبنة. هضيف بقى كمان نص لتر من اللبن، هضيف عليه نص العبوة بالظبط او نص مقدار الكيس ده، واقلبهم كويس جدا على البارد، بحيث ما يعملش معايا اي تكتلات على النار. طبعا دي اضافة مني انا، حابة ان انت تعمليها براحتك، ما تعمليهاش براحتك برضو مفيش مشكلة. يعني صينيتنا كده جاهزة، لما تستوي ناكلها على طول. بس بجد الاضافة دي هتخلي طعمها جميل جدا. هبدأ بقى ارفعه كده على نار هادية او متوسطة، وهقلب فيه بالمضرب بتاعي، بالمضرب العادي، لغاية ما احس ان قوامه تقل بقى زي المهلبية كده. كمان تقدري تعملي البشاميل العادي اللي هو مش اكياس معلبة، بتحطي معلقتين من الزيت او من السمنة او من الزبدة، وعليهم معلقتين من الدقيق، وتضيفي عليهم نص اللتر من اللبن، طبعا الملح والفلفل بتاعك او الفلفل الاسود، وتقلبي كويس جدا على النار كده نفس الطريقة بالظبط، بحيث يتقل معاكي زي ما انت شايفة. بصوا بقى، انا طلعت دلوقتي الصينية من الفرن. هبدأ ان انا اشيل الورق ده معاكم. بصوا بقى، روعة بجد، تحفة جدا. هزود بقى دلوقتي طبقة البشاميل اللي انا عاملاها، هقلبه بس كده تقليبة، لان طبعا سبته فركن شوية وعمل وش. دلوقتي انا هضيفه على الصينية بتاعتي. حابة تخففيه عن كده مفيش مشكلة، بس القوام ده تحفة جدا. هزوده كده على الصينية، وهبدأ افرده عادي بالمعلقة بتاعتي، بحيث ان كل طبقة البطاطس واللحمة معايا تكون متغطية بطبقة البشاميل دي. طبعا هو فيه جبنة، فطعم الجبنة خطير جدا، جبنة بارميزان وجبنة رومي. لو ما عندكيش برضو البشاميل ده، تقدر تستغني عنه وتحطي جبنة عادية، جبنة رومي، جبنة بارميزان، براحتك خالص. كده بقى هضيفه على الشواية من فوق، مجرد بس دقيقتين هيطلع معايا باللون الذهبي الجميل التحفة ده. بصوا بقى شكلها بجد تحفة جدا، وطعمها روعة. ان شاء الله هتعجبك لما تجربيها، جميلة جدا. بصوا لونها وقوامها، كمان لما تيجي ترفعي كده القطعة وتقطعيها تبقى جوسي من جوه، وطعمها زي الفل. يا ريت بقى لما تجربيها ما تنسينيش بلايك، وكمان كومنت حلو منك ودعوة من قلبك. بصوا بقى القطعة بتطلع مستوية وجميلة جدا جدا جدا. هنقدمها كده بقى في الطبق، وهنشوفها مع بعض مستوية ازاي. كمان طبقة البشاميل تحفة جدا، بطعم الجبنة خطير بجد، خطيرة جدا. احلى ما في الصينية دي كلها طبقة البشاميل مع اللحمة مع البطاطس. بصوا بقى جميلة جدا، متناسقة مع بعضها، طعمها تحفة، الخضروات كلها جميلة. والله عايزة اقول لكم ان الخضروات اللي هي البصل والفلفل ده اتاكل كله.
يعني ما فيش عندي حد بيحب الخضروات دي كده، بس والله اتاكلت من جمالها ومن طعمها الحلو جدا. بصوا بقى البطاطس مستوية ازاي وكلها سوا واحد، وكمان اللحمة معايا مستوية. يا رب الفيديو يعجبكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.